هذا قصة يوتيوب المشهور الهندي اللي استهزأ بالمسلمين. شوفوا نهايته ايش صار معاه. كان اكو يوتيوبر مشهور الهندي اللي عنده مشاهدين كثير، تقريبا 6 ملايين مشترك عنده. قام يستأذى بالمسلمين ويقول وين اكو عذاب القبر. المسلمين ما عندهم، يكذبون وماكو عذاب القبر. راح حفر له حفرة، سوى له قبر لنفسه، وخلاه بتجهيزات يعني مجهزة، وكل شيء كان حديثة، من الكاميرا ومن يعني كل شيء كان بها جاهز، وحتى كهرباء كان بهذا القبر. هو وصديقه نزلوا بالقبر، وحتى نزلوا معاهم أدوات موسيقية علشان يرقصون ويستهزئون بالمسلمين بأن ماكو عذاب القبر. ورفقاتهم كانوا منتظريهم فوق القبر، وكانوا مسوين فتحة علشان على مود يدخلوا لهم الهواء، وإذا احتاجوا شيء مثلا الماء أو شربت أو غير شيء ينزلوا لهم إياه من هذا الفتحة اللي كانوا عامليها. هذا اليوتيوبر الهندي بث الفيلم مالته لايف، يعني العالم كله قاموا يشوفوه شنو يعمل بالقبر. قام يرقص ويستهزأ بالمسلمين، وقال أصلا ماكو عذاب القبر وماكو هيك شيء. بس فجأة صار فشي غير، يعني فشي مفاجئ. اجى عاصفة شديدة، كل شديدة، وغيوم سوداء على ذاك المنطقة صار. والخيم اللي كانوا ناصبين أصدقائه علشان يتابعون القصة مالته والفيلم مالته كلها طار بالهواء. وإجا مطرة شديدة، كل شديدة، يعني هم الناس اللي كانوا هناك خافوا كثير، وحتى قالوا هذا هو بالصيف ومستحيل يجي مطر، يعني بهاي المنطقة كان سنين ما جاي مطر، وعلى غفلة اجا زخة يعني كبيرة من المطر، والقبر بدأ يعني ينملي بالماء، وسريع صار يعني الماء قام سريع ينترس بالقبر. وحتى هذا اليوتيوبر الهندي قام خاف هواية خاف، لأن كان أكو كهرباء بالقبر، خاف بأن هو ينتل ويموت. والأصدقاء سووا يعني رادوا يعني يطلعوه من قبر، بس يعني ما قدروا، كل ما يحاولون يفشلون. وأخيرا بعد كم محاولة قدروا يطلعوهم هو وصديقه. نقلوا للمستشفى، هو وصديقه كانوا هواية خايفين، ويعني حتى ما قدروا يمشون على أقدامهم. جاب لهم عربانة، قعدوا على العربانة وراحوا للمستشفى. وهو طلع يعني بث لايف وقال أنا فشلت بهذا الشيء، ويعني أعطيكم نصيحة لا تعملون هذا الشيء مثل ما أنا عملته. وكان هواية خايف. يقولون الإنسان من يموت حسب القوانين، يعني أحداث الإسلامية، الإنسان الجيد من يموت يجي له ملاك حلو، هواية حلو، وحتى معه كفن، ويقول لها أهلا بك أيها الإنسان الطيب، ومكانك في جنة. الإنسان يسأله الإنسان الجيد يسأله، يقول له أنت منو هلقت شكلك حلو، هلقت يعني أنيق وحلو. يقول له أنا أعمالك الجيدة. والقبر ماته يعني يفتح أكثر وأكثر. وإنسان المزين اللي عامل يعني إنسان السوء اللي عامل أشياء سوء، يجي له واحد بهيئة مخيفة، كثير مخيفة وهواية مخيفة، والقبر ماته يضيق أكثر، ويجي مثل تشاكوش على قبره ويضرب على قبره حيل، ويقول له الفاس أو تشاكوش يضرب على قبره حيل، ويقول له أهلا بك إلى الجحيم. يعني أيها الناس، إنسان
يعني احنا بهذه الدنيا نكون ضيوف، ما نعرف شكت نموت، شكت يعني يجي أجلنا ونفارق الحياة. يعني أحسن شي نعمل أعمال جيدة، ويعني ما نزعل حدا من عندنا، ونساعد المساكين والفقراء، لأن هذا الدنيا يعني ما نقدر نعتمد عليها، بأي لحظة نحن نفارق الحياة. هذا اليوتيوبر صار له درس واعتذر من المسلمين وطلع قال أنا فشلت بهذا التجربة، وقال المشاهدين مالته أبد لا تعملون هذا التجربة ولا تستهزئون بالأديان الأخرى. وهو مكتوب بالقرآن الكريم أيضا بأن لا نستهزئ بالأديان الأخرى ونحترم أديان الأخرى، وبالأخص يعني الإسلام والمسيح والأديان الإلهية اللي يعني عندهم يعني الأنبياء مالتهم نازلين من عند الله، لازم ما نستهزئ بهم ونحترمهم، لأن عذاب الله شديدة وعقاب الله شديدة. يعني أيها الناس، أيها الطيبين، لا تستهزئون بغير الأديان واحترموا غير الأديان. وحتى الملحدين لازم ياخذون درس ولا يستهزئون بغير الأديان، لأن عذاب الله شديدة ويعاقب كل اللي يعني يستهزأ بالغير دين. إذا عجبكم القناة القصة اعملوا لي لايك واشتركوا في قناتي، وشكرا لكم.